سنة في قيام الليل إن طبقتها يغفر الله سبحانه وتعالى لك جميع ذنوبك، ويرزقك الهداية، ويرزقك المال من حيث لا تحتسب بإذن الله رب العالمين. وكذلك ينجيك الله رب العالمين من ضيق المقام يوم القيامة، وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض وهو راض عنك صلى الله عليه وسلم. يا ترى ما هذه السنة؟ تعالوا ما نتعرف عليها، لكن بعد ما تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانشر المقطع لغيرك، فالدال على الخير كفاعله. اوعى تخلي المقطع ده يقف عندك. ليه؟ لأنك لو طبقت هذه السنة يبقى أنت طبقت سنة، لكن إن شرطها لغيرك سيأتي كل من عمل بها في ميزان حسناتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجورهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام الليل، وصلاة قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ويجوز أن تكون ركعة واحدة كما قال العلماء اللي هي ركعة الوتر، ويجوز أن تكون ركعتان، ويجوز أن يكون صلاة قيام الليل 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 11 ركعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من ذلك. لك أن تصلي ما شئت من صلاة قيام الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام الليل إذا استفتح الصلاة، يعني يقول الله أكبر بعد تكبيرة الإحرام، كان يقول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر 10 مرات، وسبحان الله 10 مرات، ولا إله إلا الله 10 مرات، وأستغفر الله 10 مرات، ثم يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني 10 مرات، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة، يقولها 10 مرات. طبق هذه السنة وعلمها لغيرك، فالدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا من صالح دعائكم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.